ما كنتش شفت الضربة اللي عملها أو اللي ضربها الشناوي للعيب سموحة، وخد فيها طرد. ما كنتش شفتها، يعني أنا اتفاجئت امبارح وأنا بتصفح كده اليوتيوب، لقيت فيديو إن هو طرد مباشر بسبب الضربة اللي ضربها. وبرضو قبل كده بأسبوع تقريبا لما محمد عبد المنعم مش عارف ضرب لعيب اسمه فخري مهاجم بيراميدز تقريبا نفس الضربة واتطرد برضو. ايه الحكاية؟ إدارة الأهلي مفروض تعمل زي محاضرة أو تأهيل نفساني للعيبة إن هم يحترموا اللعب ويحترموا النظام ويحترموا الأدب. ما ينفعش إنه يسيبوهم كده يعالجوا مشاكلهم بالضرب. يعني وبعدين بيخسروا النادي لما واحد يطرد ويكون قبل ماتش مهم، او يطرد عموما، يعني بيأثر في سمعة